بسم الله الرحمن الرحيم. والله زمان يا أهلي ورجعنا تاني نكسب ونفوز في المباريات. فريق مولودي سبورت تعبان، لكن النادي الأهلي النهارده نزل بتشكيلة قوية. جراديشار أثبت وجوده في النادي الأهلي، لعيب كويس، لعيب استلامه في الكرة حلو جدا. لكن هنقول ايه في كولر؟ طلعوا بدري وموت الماتش. طلع امام عاشور بدري موت الماتش. طلع قفشه، لكن ما اعرفش يعني فكره ايه، نظامه ايه، ما اعرفش. هو يمكن خلاص ضمن الفوز وضمن المكسب، عاوز بقى يريح اللعيبه علشان المباريات اللي جايه. الكلام ده كله ممكن في دماغه، احنا كويس. بس محمد عبد الله اللي نزل لعيب كويس بامانه الله، لعيب مهاري ولعيب لمسته حلوه ولعيب جدا جدا ممتاز. النهارده مكسب رهيب وكرة كويسه عملها كريم الدبيس. بصراحه لو اديت رجل المباراه النهارده هو كريم الدبيس، هو رجل المباراه. ان شاء الله يجيب هدف، ان شاء الله. كريم الدبيس الفاول اللي هو شوطه ده هيسجل هدف ان شاء الله. معرفش اكرم توفيق ايه اللي نزله، معرفش ليه اكرم توفيق نازل ليه. سيبه خليه مخلل يا اخي، ما تقعدش تلعبه تاني، خلاص انتهى. اكرم توفيق ما عادش يلعب تاني، خلاص مش عدنا عايزينه في النادي الاهلي. كل ما بنشوفه في النادي الاهلي وكل ما بنشوفه في التمرين وكل ما بنشوفه في الماتش بنتضايق، بننخنق كجمهور نادي اهلي، بننخنق. يلا يا كريم، ان شاء الله هدف يا كريم، ان شاء الله هدف. امام عاشور تألق النهارده بهدفين ولا اروع. جراديشار هدف وهدف، صنع هدف لامام عاشور. يلا يا كريم، اوه عالي يا كريم، هارد لك يا كريم، حلوه يا كريم، حلوه يا كريم. عاوز يلعب بس على الفاولات كريم بامانه الله، عاوز يحسن نفسه فاولات. شوف صفر الحكم بانتهاء المباراه مولودي سبورت. الخساره مش عارف القام. خد احسن لاعب تقريبا امام عاشور، خد احسن لاعب المباراه. لكن بامانه الله انا بالنسبه لي انا كريم الدبيس عمل ماتش موت بامانه الله. الشوط الاولاني جراديشار عمل ماتش حياته، ماتش عمره، اثبت وجوده في النادي الاهلي، يعني اثبت وجوده. انت بقى يا عم كولر عندك تشكيله كويسه، عندك فرقه كويسه. زي ما قلنا امام عاشور خد راجل مباراه، تستاهل يا امام، والله تستاهل يا ولد، تستاهل. خد احسن لاعب في المباراه امام عاشور. رايح فين يا حسين؟ حسين رايح يتلزق فيه. المهم الف مبروك للنادي الاهلي، الانتصار الساتت في الدوري. تتخيلوا 6 انتصارات ب 23 بونت ومع 5 تعادلات. يعني لو الاهلي كان الموسم اللي فات وصل تقريبا على ما اعتقد، يعني على ما اتذكر حوالي 17 مباراة بدون خسارة، لو كان عملها كان حاجة تاني. النجم بقى اللي نزل، النجم اللي نزل النهارده اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي قدمه، اشرف بن شرقي النهارده تقديمه رهيبه يا جماعه. لا اشرف بن شرقي نزل يحيي الجمهور، كويس والله، حلو. فكره حلوه برضك يا كابتن محمود يا خطيب. حلوه بن شرقي نازل يحيي الجمهور ويتفاعل مع الجماهير، والجماهير اللي بتحبه واللي هو بيحبهم. ما عادش بن شرقي، عاد بن قلبي، عشان بتزعل ناس كتير. وبعدين انا نفسي افهم يا جماعه، نفسي افهم يعني انتوا زعلين ليه؟ هو جاي من الزمالك مثلا، هو كان هو لعيب مصري، لعيب مغربي،
وجاي من القطر ولا جاي من الدوري القطري، وكان قبلها ساب الزمالك وراح لعب في الامارات. يعني مش ما اعرفش ايه السبب، يعني ما اعرفش ايه السبب ان انتوا تزعلوا عليه. لعيب اختار النادي الاهلي يا اخي، تتنازل عن مليون دولار من مستحقاته علشان خاطر يجي النادي الاهلي. اللي اشترينا نشتريه يا بن شرقي. قال لك انا جاي البطولات، قال لك جاي اعمل تاريخ، مش زي ناس يا اكرم فلوس جراجيش عشان تخلع. مش هتعمل تاريخ، اخرك سنه ولا سنتين بره يا اكرم، وهترجع زي باقي اللعيبه اللي مشت، زي رمضان صبحي، عبد الله السعيد، الناس الكتير اللي مشت مش عملت ولا تاريخ ولا عملت حاجه خالص. رمضان صبحي الحسنه الوحيده اللي خدها كاس مصر، خدها السنه اللي فاتت ولا قبل اللي فاتت، بس فقط لا غير. لكن الحمد لله ان احنا رجعنا تاني نتصدر المشهد ونفوز النهارده ونقلص الفارق ما بين بيننا وبين بيراميدز لنقطه واحده. بيراميدز 24 بونت والنادي الاهلي 23 بونت. تخيلوا لو الاهلي مش كان فقد التعادلات دول، 5 تعادلات، يبقى 10 بونت. يعني كان فين الاهلي دلوقتي؟ 33 بونت. كان فارق رهيب في الدوري، كان لوحده كده في الدوري. لكن يلا قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على ده الحال. والف مبروك وعقبال المباراه الجايه ان شاء الله. واحنا مستنيين الماتش ومستنيين بن شرقي بالذات قدام نادي الزمالك يوم 22 ان شاء الله، في رعايه الله.